اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. مرحبا بكم إخواني المؤمنين والمؤمنات في فقرة جديدة زادك في دقائق. أهلا بكم أعزائي في الحلقة السادسة من حلقات الغضب. وصلنا معكم إلى فقرة جديدة وهي الغضب بين المدح والذم. نقول الغضب غريزة هامة تلهب في الإنسان روح الحمية والإباء، وتبعثه على التضحية والفداء في سبيل أهدافه الرفيعة ومثله العليا كالذود عن العقيدة وصيانة الأرواح والأموال والكرامات. ومتى تجرد الإنسان من هذه الغريزة صار عرضة للهوان والاستعباد، كما قيل: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. ويستنتج من ذلك أن الغضب المذموم ما أفرط فيه الإنسان وخرج به عن الاعتدال، متحديا ضوابط العقل والشرع. أما المعتدل فهو كما عرفت من الفضائل المشرفة التي تعزز الإنسان وترفع معنوياته، كالغضب على المنكرات والتنمر في ذات الله تعالى. انتظرونا غدا في فقرة جديدة.